ودول كانوا متسابقين نص الاسبوع. الحقيقه احنا بقينا نعمل مقابلات مرتين في الاسبوع علشان الضغط بقى كتير في المتسابقين، فاحنا نعمل مره في نص الاسبوع ومره في اخر الاسبوع. احنا معانا النهارده مفاجاه، هي الاستاذ سيد الشاذلي. اهلا يا استاذ سيد، النقيب العام للنقابه العامه لوسائل الاعلام. النقابه هتبقى ليها دور معانا في الاشراف على المسابقه، وكمان هيبقى ليها دور معانا في ان احنا ان شاء الله هنعمل اكاديميه لتعليم التمثيل والاخراج والتصوير والمونتاج، وهنعمل حاجات كويسه قوي الايام الجايه بالاتحاد مع النقابه، قناه فضول مع النقابه. فاستاذ سيد اتفضل بقى حضرتك قول كلمه. طبعا شرفت النهارده ان انا وجدت موافقه كبيره جدا، وايمانا بدور النقابه العامه لوسائل الاعلام، وإيمانا بالدور اللي بتقوم بيه قناه فضول لاكتشاف المواهب. قررنا عمل هذه المسابقات والاكاديميه لاكتشاف المواهب وتقديمها للجمهور تحت اشراف النقابه العامه لوسائل الاعلام، لان لو كل نقابه قامت بدورها في اكتشاف في تنميه المواهب وتوفير الخدمات لاعضائها، ما كانش النهارده بقى في مصر في حاجه مطالب فئويه ولا احتجاجات اعتراض على اي شيء. لان والشباب كمان يا والشباب لان لازم استيعاب الشباب، لازم استيعاب الشباب وقيام النقابات بدورها لاستيعاب هؤلاء الشباب وتوفير كل شيء بالنسبه لهم، حتى اللي عنده موهبه، حتى اللي نجده عنده موهبه لازم تقدمها. لازم يكون هناك قنوات شرعيه لخروج هؤلاء تحت مظله شرعيه داخل الدوله. وكمان انا عايزه اقول حاجه، احنا في ناس كانت بتتكلم او بنقابل ناس في الشارع بيقولوا ان في بعض الاصوات مش حلوه بتطلعها ليه. انا عايزه بس اقول للناس دي ان الناس اللي اصواتها اللي هم شايفين ان هم صوتهم مش حلو دول بني ادمين، ومن حقهم ان هم يطلعوا موهبتهم. حلوه وحشه اللي تحكم عليها اللجنه ان شاء الله على المسرح، او حتى لو موهبته وحشه ايه المانع ان احنا ننمي له موهبته، نعلمه فوكاليز، اللي مش قد كده في التمثيل يتعلم تمثيل عشان نأهله بعد كده، لان القناه هتنتج بالاتحاد مع النقابه طبعا هتنتج سيت كوم وهتنتج افلام. الشباب ده وخصوصا شباب الاقاليم مش لاقي ان حد ينمي موهبته ده يقف جنبه. وعلى فكره يا استاذ سما انا عاوز اقول على حاجه، انتاج الافلام او انتاج كذا سيخصص منها جزء لصندوق تحيا مصر دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، الرجل الذي انقذ مصر، لان الشعب المصري كان في اسر، كنا مأسورين، والذي فك اسرنا هو المشير عبد الفتاح السيسي والجيش بتاعنا طبعا والشرطه بتاعتنا والقضاء كل ده طبعا. فانا كل الدعم الكامل للسيد الرئيس والجيش المصري والشرطه المصريه، كل الدعم الكامل لكل مؤسسات الدولة، وكل الدعم الكامل لجميع المشروعات التي تتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اوكي، وان شاء الله احنا هنفضل على نستمر في مقابلات الناس. طبعا الرقم قدامكم على الشاشه زي ما انتم شايفينه. احنا دلوقتي عرفنا ان في مظله شرعيه للمسابقات والاكاديميات اللي احنا بنعملها، اللي هي الهيئه النقابه العامه لوسائل الاعلام اللي بيشرف عليها السيد النقيب. بفكر فيها كده ليه وتعب نفسي على ايه، ده حب وراح على ايه، تفوت ايامي وتروح وعيش ايامي مجروح. كنت بنظرة عينيها كنت انا رايح اموت، لكني بلمسة ايديها خلتني افوق وافوق. يا اجمل حبيب بشوفك قلبي يطير. ماليش في الدنيا دي سكة وعايش فيها على دكة، بدار القاها بالضحكة ومستني لها نهاية. بموت جوايا 100 مرة ونفسي ارتاح ولو مرة، بحاول حل في المرة عشان تعدل كده معايا. مكتوب علينا الفارق قلوب بنحبها، وكلمة رجوع بقت مستحيلة مهما نتعب في بعضها. ما احنا ما كناش حاسين بقيمتهم وبسهولة فرطنا فيهم، ودينا كل ما بنفتكرهم لو ترجع الأيام عشان نعيش فيها. انت مين ياللي انا مش عارفك، انت مين ياللي، انت مين ياللي انا مش عارفك،
انت مين؟ قال لي انا مين؟ انا اللي خد من عمر سنين. انا مين؟ علي يا ناس من اللي بيحصل حوالينا، احنا ليه قلوبنا ماتت ودموعنا نشفت في علينا؟ ما حصلناش ان في يوم بعينك شوف واحد كان عايش قدامك، عايش ما بيشكيش من حاجة. يعني ايه كلمة وطن؟ يعني أرض، حدود، مكان، ولا حالة مش شجن، ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك باسم عطار السيدة ودير الملاك. تعبت والله من البكا اللي جرالي، معرفتش بس الدنيا دي مالها ومالي. غيبوا ناس فاتوني أعز مالي يسبوني. بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ لو شفتم عيني حلوين قد ايه؟ لو شفتم عيني حلوين قد ايه؟ هتقولوا انشغال وسهد الليالي مش كتير عليه. ليه بتلوم كده؟ قالوا لي طيبة قلبنا بتعمل أكتر من كده. نزلت دموع من عينيا، قلقت من الطيبة اللي فيا، ما بقتش عارف بس ليه الناس بتحترم القاسية. أنا بتقطع من هوايا وانسطام من الفرق، وانت يا دنيا مش فاكراني غير في النار والجرح. كل ما اجي افرح حبه دايما بتعذبيني، كأني ما بين الطهر وحلفة لو توريني. حرام يا دنيا مش كده، كتير عليا كل ده، ما تاخدنيش كبش فدا. انا مش فيا، انا بتقطع من جوايا والستة بالفرق، وانت يا دنيا مش فاكراني في النار والجرح. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعن أيامك فيها النوم يوم سهرني. ده أنا قلبي بيسألني إيه غير أحواله. مستكتر الفرح يا دنيا عليا ليه؟ فاكراني في المرة دايما ونسياني في الحلوة ليه؟ ليه يا دنيا بتحبي دمعتي؟ كل ما قرب بتبعدي، العمر ضاع والطانتي. قتلت عيل عشان تليفون. قتلت عيل عشان تفهم؟ قتلت حاجة خلي عندي رحمة. قتلت حاجة خلي عندي رحمة. وديني نذبحك يا اصلي، نذبحك يا اصلي، نذبحك يا اصلي. من بعد 10 سنين عذاب ومرار هقتلك يا حمدان، هقتلك. انت اللي خنتني وانا موجود في البلد. ليه بتعمل معايا كده يا ابوي؟ انا ما خنتكش، انت اللي واهم نفسك. واهم نفسي بايه؟ انت صاحبي اللي كنت مأمنك على كل حاجه وبيتي وعيالي. ليه؟ يا مسكر، المزة رايحة عند بيت حبيشة. تعالي يا موز، عايزة بيت بيشة صاحبي. تعالي بيت بيشة.
لا ليه؟ باشا ما كانش مخليني عايز حاجة. باشا هناك اهو. انا اقول لك يا خالد، امال انت كنت فين يا صاحبي؟ كنت في السجن مع بيشا؟ ايه؟ كنت مع بيشا؟ المقابلات بتاعت المجموعه اللي جت الاخيره من متسابقي دومتك، وان شاء الله هانت المسابقه قربت